السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة، وكل عام وانتم بخير. طبعا ايام كلها نفحات، ايام كلها خير، وايام كلها سعادة، وايام كلها حب للمسلمين طبعا. كل عام وانتم بخير، يا رب نستفيد من الايام دي، من رجب شعبان رمضان. يا رب كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والعالم العربي والاسلام كله بخير وسعادة. انا بس طالع اقول كلمتين للناس اللي هي معانا، يعني اللي هي لها شغل ولها حياة من دي. احنا يا جماعة احنا تقريبا من 12 يوم، احنا في البلد، او اقل، مش عارف اقل ولا اكتر يعني، بس هو ممكن يكون 12 يوم. لسه منزلتش العاشر تاني. يعني انا طبعا شايفين الدنيا حواليا، انتوا شايفين يمكن المكان حواليا اصلا، يعني لو شفتوه، بس عشان الاضاءة بس، لو شفتوه هتلاقي ان انا شغال والله عند البيت في شوية شغل. فمش عارف مش عارف اسيب كل يوم عند ناس. يعني حتى انا قاعد والكاميرا والتليفون على البرميل، وانا قاعد على الكرسي في الرمل اهو. الرمل والله اهو، شايفين رمل اهو. شغل عند الشغل اهو، شغل في البيت كامل. شايفين البيت كامل فيه شغل اهو. عندي شغل في البيت كله، البيت كله فيه شغل الحمد لله يعني. فانا طبعا عندي ناس كل يوم، ناس في البيت، ناس بتظبط حاجات، وناس كهربائية، وناس بتوع محارة، وناس يعني شغل على طول. فعشان بس الناس حبايبنا اللي زعلانين، يعني في ناس لها اوردرات طبعا ما خدوهاش. انا بتأسف لهم جدا والله، يعني انا غصب عني، انا غصب عني. فمش عارف اروح واسيب ناس هنا في البيت شغالين، وطبعا ارهاق عليا. انا طول اليوم معاهم طبعا، في حاجة بعمل حاجات وبشيل حاجات وبديهم حاجات، او بقضي لهم مصالح، انا وعمار طبعا وابن اختي. فصعب ان انا اسيبهم، صعب ان انا اسيبهم، بالذات لما تكون انت اللي عارف انت بتعمل ايه، او انت كده يعني. فمش عارف اتحرك واسيبهم، ومش ينفع طبعا ام عمار حتى تروح العاشر وتسيب المكان. انتوا عارفين طبعا، لان هنا اكل، لا مش عارف كده يعني، الاولاد مش ينفع نسيبهم لوحدهم. فانا بعتذر للناس اللي انا اديتهم مواعيد ان انا ممكن اقعد اسبوع وارجع، لان شايفين الدنيا عندي ورمضان داخل، فعاوز اخلص قبل رمضان. فالوقت يعني 15 يوم، كل سنه وانتم طيبين. 15 يوم في رمضان، ولسه بجهز للبلاط، لا بجهز للدهان، بجهز للجبس، بجهز مش عارف لايه. فمش عارف مش عارف يعني اظبط اموري. مش عارف مش عارف اخطف يوم وارجع، لان لو رحت يوم مش هينفع اقعد يوم واحد، مش هينفع، هو لازم اقعد لي يومين ثلاثه على الاقل. فمعلش الناس تستحملني بس شويه. هو الشغل جاهز والله، وكل حاجه في هناك الفريزرات شغاله وكل حاجه، بس الواحد مش عارف يروح. حتى اخويا هناك بيروح يمر على البيت بس كده يشوفه، يشوف الدنيا ماشيه ازاي كده يعني. فمعلش يعني، عشان خاطر بس ما حدش يزعل مني، لان مش على جد واحد ولا اتنين اللي لهم اوردرات، ناس كتير لها اوردرات. حتى انا والله، حتى معظم الناس، في ناس بتطلب، فانا ما بديش يعني، بحاول ان انا ما اخدش حاجات من حد في الفتره دي، عشان برضو ان انا ما يعني مش، ما حدش يزعل مني، مش عشان حاجه، ما حدش يعني، عشان ما حدش يزعل مني. دي نقطة. في نقطة تانية يا جماعة، أنا مش يعني، في واحد دخل قال لي تعليق كده ظريف، وقال أنت بتتهته. أنا عمري ما تهتهت، أنا الحمد لله وشكر لله، يعني أنا مش بتهته، كلامي حلو. أنا حد شايفني بتهته منكم؟ حد شايفني إن أنا مثلا أو كده، والحياة من ديت. وبعدين حتى لو أنا بعمل كده، فدي مش بكيفي يعني. ربنا يا رب يكتب لكل واحد السلامة والشفاء والبعد عن الأمراض. الحياة دي بتبقى تعب، فيا ريت احنا ما نفكرش فيها اصلا، ما نفكرش من الكلام ده. يعني انا مش واقف عند التعليق، على قد ما انا واقف ان دي حاجه بتاعت ربنا، مش بتاعتي، ولا بتاعت حد، ولا كده ولا كده يعني، مش بتاعت حد معين يعني. انا ما بعملهاش بكيفي، او ان انا ما، لو انا بتهته حتى يا اخي، انا خلينا بتهته، انت مالكش دعوه، انت بتهته ولا ما بتهتش، ما تخليك في نفسك، خليك في نفسك، قول ربنا يشفيني ان كان تعبان، مش عارف ايه كده يعني. بس الحمد لله انا مش بتهته ولا الكلام ده كله.
ده انا ممكن اتكلم قد 20 30 واحد 40 واحد زيك. بس هو الاسلوب والكاميرا لها وضع تاني. يعني هو الناس اللي مش فاهم الموضوع، ان انا لما اقعد قدام التليفون كده واتكلم لها وضع تاني. في ناس، انا من النوع الخجول، مش من النوع اللي هو ان الجريء في الكاميرا. خلي بالكوا، يعني انا مش جريء في الكاميرا خالص. انا من النوع الخجول، ما بحبش اكون حتى عند ابن عمار زيي بالظبط. ما هوش بحب الكاميرا ومش بحب الكلام ده. لا لو ان احنا بنحب الكاميرا، او مش احنا بنخجل قدامك، كنت هتلاقينا كل يوم معاك في كل لحظه. خلي بالك يعني. بس احنا من النوع انا خجول. يعني انا خجول، ما بحبش اقعد قدام الكاميرا كتير. خلي بالك يعني. فانت حتى لو انا يا اخي، لو انا غير كده او انا بتهته، فدي حاجه بتاعت ربنا. يا ريت انت ما تكونش بتهته بقى. انا رديت عليك اهو، نشوف انت من الرد جاي لي من زمان، ومش راضي ارد عليك في كومنت، قلت ارد عليك مع الناس عشان حته التهتها دي حاجه بتاعت ربنا. يمكن تعبان، يمكن مريض، يعني ممكن، يعني اقول لك انا ممكن، انا في ناس بتبقى تعبانه وما حدش بيحس بيها. انا قدامك اهو تعبان، انت ما تعرفش انا تعبان في ايه، انا تعبان ازاي، ما تعرفش انا فيا ايه اصلا. فانت ما سيب الملك للمالك. انت اسمع، لو انت حابب تسمع، في مليون قناه بتشرح حاجات اللي احنا بنشرحها. يعني انا نزلت دورة الفراخ، خلينا تهتهت في الدورة دي. في ناس كتير ما شاء الله، يعني احنا بنتعلم منهم، اساتذة، وفي غيره وفي غيره وفي غيره وفي غيره. فيا ريت انت ما تفكرش زي ما قلنا. انا بقول الاخ اللي قال بتهته، يا جماعه انا بتهتهش، أنا الحمد لله والله العظيم، الحمد لله. حتى لو بتهته فانا موضوع عادي يعني. بس هو ممكن واحد بيكون بيجمع افكار، بيجمع جمله، بيجمع الكلام، فبتلاقي ممكن كده كده يعني. بس عموما بعد كله انا بحب تاني اقول للناس بس اللي لها اوردرات عندي في العاشر او مستنيين اوردرات، ان شاء الله باذن الله كل الناس اللي لها اوردرات هاخدها قبل رمضان. وباذن الله مش هيكون في اوردرات خالص لناس على رمضان، يعني لرمضان يعني. كل هياخد قبل رمضان. كل الناس، انا تقريبا في 4 أو 5 لهم اوردرات عندي باذن الله قبل رمضان. يعني يمكن الاسبوع الجاي باذن الله، ربنا يسهل بس الامور. او ممكن في اي وقت تلاقيني بتصل عليكم بقول لكم انا جاهز، الحاجه تكون جاهزه ان شاء الله. آه، اللهم صل على سيدنا محمد. ان شاء الله يعني. خلاص كده يبقى، يا ريت محدش يزعل. بس هو لو حد طالب فطير، انا مش هيكون في فطير. لو حد طالب فطير مش هيكون في فطير، هو هيكون الزبده بس. يعني الفتره الجايه دي الاوردرات اللي طالعه كلها ان شاء الله هتكون زبده بس، لان ما دي المتاح حاليا. لان ما ينفعش اخلي مثلا معمار تعمل فطير في وضع اللي احنا فيه. انا صعب فعلا يعني. فاحنا ان شاء الله هو يكون دي بس، اللي يكون الزبده الموجوده بس، الزبده الجاموسي. انما الزبده الصفراء في ناس ليها، هنحاول ان ندبر لها الحاجه بتاعتها اللي عايزاها، وعلى قد ما نقدر. غير كده والله ما هنقدر باذن الله. فادعوا لنا كده بصلاح الحال، وربنا يوفقنا في الخطوه اللي احنا فيها الوقت اللي شغالين فيها، ويتممها علينا بخير، ويبعد عننا التعب. لان والله احنا فعلا كلنا تعبانين. احنا كلنا تعبانين، معمر تعبان وانا تعبان يعني الحمد لله والشكر لله. بس احنا ما بنحبش نتكلم ونعيد ونزيد عشان الناس. وفي ناس تستنى دي اللي تعملها لقطات، ده تعبانين، ده مش عارف يعملوا ايه، ده ابصر ايه. احنا يا جماعة ربنا بس هو الواحد، هو اللي عارف احنا بنعمل ايه وقلوبنا فيها ايه، وعارف اجسامنا فيها ايه. فاحنا بس على مستلمينكم الدعاء وخلاص. وبشكر الناس طبعا اللي مستنيانا ده كله، الناس اللي مستنيانا ده كله. وبقى بعتذر للناس اللي انا اتاخرت عنها فعلا، لان انا اتاخرت. يعني في ناس اصلا فلوسها واصله، معلش انا غصب عني يعني. فانا بعتذر ليهم واسف، وكل سنه وانتم طيبين. ويا ريت الناس تحب بعضها شويه، حبوا بعض عشان خاطر الناس تحب بعضها. احسن ما تطلع تكلم كلمه وحشه على ياسر، احسن ما تطلع كلمه وحشه على محمد، احسن ما تطلع تكلم وحشه على مش عارف مين. نحب بعض احسن. هتلاقي ان احنا حبنا لبعض هيخلي ربنا يعني يبص لنا بصه رحمه شويه في كل حاجه، في ارزاقنا، في حياتنا، في عمرنا، في كل حاجه. نبص بصه احنا نكون راحمين على نفسنا او على بعض عشان ربنا يرحمنا. زي ما بقول لك، الراحمين يرحمهم الله، صح.
الراحمون يرحمهم الله. احنا لو رحمنا بعض ربنا يرحمنا اكيد، مش في كلام. كل الدنيا الهيصه اللي احنا فيها ديت هتبقى هاديه معانا وهتبقى حلوه، بس احنا نرحم بعض ونروح لربنا شويه، بتبص تلاقي الدنيا حلوه معانا ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. وانا اسف طبعا، كان نفسي اكمل معاكم موضوع الفراخ البيضه، بس والله غصب عننا. يعني احنا جينا هنا مش عارفين، لا نربي هنا ولا نربي هناك، لان اصلا المكان يعني لو وريتكم السطح بالصلاه على النبي يعني مليان حاجات. السطح عندي فوق مليان حاجات، بس هو هيبقى انتظروه انتظروه، لان هيكون في حاجه حلوه ان شاء الله. والسلام عليكم.